السلام عليكم، مساء الخير عليكم احبائي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه، ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحه جيده. واش نقول لكم؟ الحمد لله على كل الاحوال. نكونوا ملاح نحمدوا ربي، ما نكونوش ملاح نحمدوا ربي. هذه هي الدنيا، فيها طايح وفيها نايض، ولكن ان شاء الله نكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. الموضوع تاع اليوم راح نجيب لكم يعني عباره عن مشروع تاني كما درت لكم الاول، مشروع الحلويات. هذا مشروع راح يكون في الحلويات. المشروع الاول درته لكم في الخياطه، هذا المشروع راح يكون تاع الحلويات. بالنسبه للحلويات، كاين اللي يقول لك كيفاش ندير حلويات. انا كنت ندير حلويات، تلاقى مع ناس يقول لك كيفاش بديتي تخدمي، كيفاش راكي تدخلي دراهم، كيفاش راكي تتسوقي، كيفاش الناس راهم يعرفوك، كيفاش عندك لي كليون، راك فاهمين كيفاش. يعني هادو هما الاسئله اللي كاينه في عامه هادو هما الاسئله اللي عندنا. انا راح نعطيكم شويه تاع الاجوبه، يعني الاسئله اللي حنجاوب عليهم. كاين اللي يقول لك كيفاش نبدا نخدم الحلويات لازم تكوني تعرفي ديري حلوه، تعرفي ديري لي كاطو، يعني بين انواع من المملحات، ويعني الاخرين لي سكري كيف كما يقولوا لازم تكوني تعرفي ديري تاني حلويات تقليديه. عندنا حنا حلويات تقليديه، تاع بكري، عندنا بقلاوه، عندنا حلايج، عندنا تشارك، قنيدلات، ديريات، كاين بزاف الفانيت. يعني حلويات تقليديه رائعه. هادو ما نقدروش ديروهم هكذا برك تروحي ديري زعما الفانيت يخرج لك. لازم تجربي مره، تجربي زوج، تجربي ثلاثه حتى تنجحي فيه. الا ما نجحتيش فيه تدخلي تتعلمي. كاين معاهد راهم يعلموا لي كاطو ما شاء الله. يعني كاين معاهد الله يبارك، يعني تخرجي بديبلوم تاعك، سواء يعني تاع دراهم ولا تاع الباطل، يعني معهد تاع الدوله ولا بريفي. مام بريفي يعلموا ما شاء الله. الحق تاع ربي انا تعلمت ديجا بريفي، وتعلمت يعني عندي مده هكذايا، الحمد لله مشيت فيها. كاين لي كاطو ساك تاعني تاع كل يوم تحقهم في الاعياد، تحقهم في المناسبات، يعني في الافراح. حنا عندنا بزاف في الافراح، كاين تاع الطهاره، كاين تاع الباك، تاع البيام، عندنا افراح كما يقولوا تاع الزياده، سوابع يعني. كاين بزاف افراح تاع اعراس، فيونساي. لي كاطو ساك رانا نستعملوهم بزاف، بكري ما كناش نستعملوهم في الافراح. لي كاطو ساك كنا نشربوا بهم قهوه كل يوم. كنا في العراس نديروا لي كاطو تاع اللوز، يعني صراحه. دوكا راهم يستعملوا ميم لي كاطو ساك، راهم يسربيوهم شتو مع القهوه حليب يشربوا بهم قهوه. يعني لي كاطو ساك تانيك تقدري ديريهم كمشروع. اللي ما تعرفش تخدم لي كاطو يعني تاع اللوز، تخدم لي كاطو ساك هكذايا، تقدر ديرهم يعني كمشروع مصغر. كيفاش السؤال المهم والاهم، كيفاش تروجي المنتوج تاعك. المنتوج تاعنا راح يكون واش نقول لكم، هذه هي اصعب نقطه. لازم تكوني تعرفي ناس، لازم تكوني تعرفي تهضري تقولي بلي انا نخدم لي كاطو، انا نخدم الحلوى. تخدمي شويه حلوى هكذا، تحطيها، ديري تصاور في التليفون، تبعتيهم في الفايبر، تبعتيهم في الانستغرام، تبعتيهم توريهم يعني فيسبوك، توري هكذا للناس باش يعرفوا بلي تعرفي تخدمي حلوى. يشوفوا هذيك التصويره يعرفوك بلي تعرفي تخدمي الحلوى، رايحين يتبعوك، رايحين يبعثوا لك بالك لي كوموند هكذا، تقول لك خدمي لي، توري لا فامي تاعك، خواتاتك. انا بديت الحلوى، خدمت العراس لخوتي، خدمت لخويا، خدمت لاختي، خدمت لبنات اختي، خدمت عراس، خدمت باطل، ما نكذبش عليكم. جابوا لي دوزان وانا خدمت لهم، روجت المنتوج تاعي، عجبتهم الناس ورجعوا الناس شكون خدم لكم الحلوى هكذا بدات. ولكن كما يقولوا ماشي مشروع، ما درتش مشروع كبير، مانيش ندخل منها دراهم كبار، لانه في الوقت هادو 3 سنين الاخرين كما شفتوا الكورونا هذه ما خلاتش العراس، ما خلاتناش نخدموا الكاطو. يعني خدمه الحلويات حبست نهائيا، الايامات اللي فاتوا حبست. ولكن من الفوق راهم بداو العراس ان شاء الله 2022 2023 راهم بداو ان شاء الله. يعني اللي حابه تخدم الكاطو نقول لها روحي دخلي تعلمي، سواء في البيت عند مرا تعلمك، سواء في السونتر تاع الدوله، سواء يعني في البريفي كيما حبيتي. المهم تعلمي، شدي اليد كيما يقولوا، لا ما لازم تكون عندك تحفي كيما يقولوا الحبه، تعرفي كيفاش تخدميها، كيفاش تشكليها. هذاك هو الصح. البنه كيفاش تجي بنينه، ماشي كيما قال تروحي تدوري الزين شابه
وكي تروحي تذوقيها تبيها يابسه، تبيها ماشي بنينه. لازم خطوات خطوات في الحلوات تاعنا، فهمتوني؟ يعني لازم يكون الشكل شباب وتكون البنه تاني شابه هكذا باش تنجحي وباش المنتوج تاعك راح يمشي. شوفي يعني اللي يبيعوا الكاطو، اللي يبيعوا الحلويات، تروحي تسقسيهم تقول لهم اسكو تحقوا هذا النوع لي صابلي، تحقوا مقروط، تحقوا كاين بزاف انواع هكذايا، تسقسيهم. لي صالي تاني يمشيو، تسقسي الا كان عجبهم توري لهم، تبعتي الشونتيون تاعك زوج حبات ثلاثه يشوفوهم يذوقوهم، الا كان يعجبهم يقدر يقول لك جيبي لي. والسومه تتفاهموا فيها كما يقولوا بالعقل. انت شحال راح تزيدي، كما يقول واحد ما حش يطلع في السما راح يزيد غير بشويه، معليش يربح معاك شويه. المهم تكوني تبيعي، تبداي في هذا الشيء، تخدمي للجيران، تخدمي للاقارب، تخدمي الناس اللي تعرفيهم هكذايا. ان شاء الله بالعقل بالعقل ان شاء الله تنجحي. ولما لا ديري مشروع كبير ان شاء الله، تحلي حانوت ولا تكري وتخدمي بالعقل. كما قلت لكم المهم الاراده، ثم الاراده والشده في ربي سبحانه. بعد ربي لازم ديري كما يقولوا كوراج وتخدمي، وماشي تفشلي وتقولي خلاص المره الاولى ما مشاتليش ولا ما خدموش عندي الناس، ولا لازم توري المنتوج تاعك. لازم تخدمي شويه كما يقولوا تساكريفي شويه باطل شويه كي تعرفوا الحاله باش تمشي لك الخدمه. لازم تذوقي، تخدمي كاطو في الدار، تذوقي جيرانك، تذوقي حبابك، هذه انا خدمتها وراح نولي نخدم للناس يولوا يعرفوك تاني، يولوا يخدموا عندك في العياد. في العياد كما يقولوا حطي فيسبوك، حطي هكذا صور، راح نخدم العيد قبل العيد في رمضان، يبداو يبانوا هاد الصور تاع الحلويات والناس تحب تكوموندي ان شاء الله. ولما لا ان شاء الله ربي يوفق كل واحد ان شاء الله.